لم تكن الحضارة المصرية القديمة حضارة بناء أهرامات ومقابر فقط كما قد يظن البعض، بل نبغ المصريون القدماء في العديد من المجالات الأخرى، كان أبرزها الطب، إذ تركوا بصمة تشهد لهم في كل تخصص من تخصصاته، حتى يعتقد أن مفهوم الصحة والرعاية الطبية بدأ مع نشأة الحضارة المصرية القديمة. غير أن أبوقراط الملقب بأبو الطب أخذ من طب البرديات، فكانت له مرجعا يستمد منه. ترجع معرفة المصريين الأوائل بتكوين الجسم الآدمي إلى قيامهم بتحنيط الموتى بغرض الحفاظ على جسامين أصحابها. ولم يكن الطبيب المصري ذو شأن بين المصريين وحدهم، بل ذاع صيت الأطباء المصريين القدماء أيضا في البلاد المجاورة لمصر. وتذكر المخطوطات المصرية القديمة أن أحد الكهنة الكبار وهو إمحتب يعتبر مؤسس علم الطب في مصر القديمة، كما يعتقد أنه مبتكر الكتابة الهيروغليفية، مما جعل المصريون القدماء يقدسونه في العصور المتأخرة بأنه إله الشفاء. مريت بتاح، أي محبوبة الإله بتاح، هي إحدى الأطباء الأوائل في العالم. عاشت في عهد الأسرة المصرية الثالثة، اشتهرت بكونها أول امرأة طبيبة يذكر اسمها، وربما تكون أول امرأة في التاريخ تعمل في مجال العلوم. لها صورة على أحد مقابر سقارة بالقرب من هرم سقارة. أطلق الاتحاد الفلكي الدولي اسم مريت بتاح على أحد الفوهات الصدمية على كوكب الزهرة، تمجيدا لها لاشتغالها بالعلم، حيث تعتبر أول امرأة عالمة في التاريخ.